ومسلسلنا بيبدأ بوين بنت غنية لكن عيلتها طماعة وبتستغل شخصيتها الضعيفة ودايما بتمشي ورا كلامهم، وبعد ما استولوا على كل فلوسهم قرروا يتخلصوا منها هي وجوزها. ساعتها بتندم على سذاجتها وبتكتشف إنها كانت سبب في سرقة أهلها لفلوس جوزها وإنهم هم اللي دمروا حياتها. وفجأة بتلاقي نفسها رجعت بالزمن وجوزها لسه عايش وبيسألها إذا كانت عايزة فلوس أو مشروع جديد لأهلها لأنه متعود إنها ما بتقربش منه غير لمصلحة. لكن المرة دي بتقرر تصلح كل أخطائها وتحافظ على جوزها وبيتها. وتاني يوم بتصحى وهي بتتأمل ملامحه، إزاي ما كنتش شايفة الحلاوة دي كلها قبل كده، والله لوريكوا يا ولاد الكلب. وهوبا بتلاقي نفسها متكلبشة في السرير، ما هو يا عيني خايف لحسن تهرب واقف فوق راسها. لو شميت خبر بس إنك قابلتي حد من ورايا أو فكرتي تضحكي عليا تاني أنا هسجنك في الأوضة دي طول عمرك. ورمالها فلوس ومشي. انت يا غبي أنا مش عايزة فلوس ولا مشاريع. وبنتها بتدخل الأوضة ومعاها مفاتيح الكلبشات عشان تفكها، وفجأة بتسمع صوت ابنها بيصرخ من بره، فبتجري وتلاقي أختها بتسرق عقد ألماظ. ولما الولد حاول يمنعها زقته وشتمته، وهي افتكرت قد ايه كانت قاسية في حق ولادها زمان. وابنها فكر انها هتعاقبه زي كل مرة، بس الكل بيتفاجئ بألم نازل على وش خالتهم. ومش بس كده، دي بتطردها كمان، وعشان تصالح ولادها خدتهم وخرجت تفسحهم. وهناك شافت أخو جوزها اللي ضحك عليها في حياتها السابقة ووهمها بالحب عشان تسرق أسرار جوزها، وكان فاكر إنها لسه بتجري وراه. وبكل تناكة عرفها إنه في ميعاد وما ينفعش تيجي تراقبه، ومعاها العيال عشان تضايقه. ووصلت بيه السفالة إنه شتم ولادها، فما استحملتش الإهانة ورمته بالمية في وشه. انت بتشتم مين يا زبالة عرة الرجالة انت؟ انا اصلا قررت ابدأ حياتي من جديد بعيد عن اشكالك، ولو محتاجة ترجم كلامي لغة الحيوانات اللي بتفهمها انا مستعدة. ولقاها المرة دي مش مقتنعة فحاول يهديها بانه هيتجوزها اول ما يخلص من اخوه ياخد املاكه. وبيوصل جوزها وكان هيكسر ايده اللي حاططها على مراته، فجري من قدامه. ليه؟ عشان جبان، عشان جبان. وطبعا ما كانش قادر يسيطر على غضبه وافتكر انها كانت بتخونه فخدها يعلمها الادب. رماها على السرير وزعق فيها، للدرجات دي بقيتي رخيصه؟ بقى بتستخدمي ولادي كوبري عشان تقابلي الصايع ده؟ افهمني، انا كنت واخده الولاد افسحهم عشان اعوضهم، وهو اللي ظهر فجاه وفضل يطاردني وانا طردته وقلت له ضافر جوزي ب10 زيك، وكان لسه هيقتنع بس اخوه رن. يا حزني يعني الله يخرب بيتك. فبيخليها ترد وتفتح السبيكر، وهو طبعا بكل سلام نفسي، يا حبيبتي ما تخافيش مستولى بس على ممتلكات جوزك ونتجوز على طول. فبتلحق نفسها بقى، اسمع يا عرة انا اسيب جوزي وابص لك انت يا واطي، اوعى ترن عليا تاني. لكن هو من كتر اللي عملته فيه ما كانش قادر يصدقها وخنقها. يا ترى المسرحية دي اتدربتي عليها كم مرة عشان تطلع بالاتقان ده؟ المرة دي بقى ناوية على كام؟ بس قلبه وجعه عليها لما لقاها بتعيط. ما هي حبيبته برضه، ولسه هيمسح دموعها. رفضت لأنها كانت فعلا صادقة وبتحاول تصلح اللي عملته، بس هو من كتر الوجع والغدر كان شايف إن كل كلمة حب بتقولها هي مجرد فخ جديد. وبعد شوية أبوها كلمها وعرفها إنها لازم تجيله حالا. أول ما دخلت حدفها بالكوباية وزعق فيها، انزلي ارقعي على ركبك لأختك، إزاي تمد إيدك عليها وتضربيها بالقلم؟ تمثيل بتمثيل بقى. ودخلت عليه، يا بابا اسمعني، أنا عملت كده علشان مصلحة العيلة. الشغالة شافت أختي وهي بتسرق عقد ألماظ وأنا ضربتها عشان أبين إني بأدبها وأمنع عيلة جوزي يبلغوا البوليس وتتحبس ونتفضح. وبدل ما كان هيضربها بدأ يقتنع إنها بنت شاطرة فعلا وبتحمي العيلة. وأختها كانت هتشيط من الغيظ لأنها أثبتت عليها التهمة وكسرت عينها قدام أبوها، وفي الآخر طلب منها تتجدعن كده وتسرق مشروع من عند جوزها ضخم عشان ينقذ شركتهم، وهي وافقت وهي ناوية توديهم في داهية. وبعد ما رجعت من بيت أهلها عملت أكل لولادها، وحماتها كانت مستغربة لأن العادي إنها بتقلب وشها وتعمل خناقة لو الأكل مش على هواها، لكن المرة دي هي اللي طبخت. بس هما كانوا لسه خايفين منها، فقررت مدام خايفين ياكلوا تاخدهم بقى ياخدوا دش، وما كانوش عايزين يروحوا معاها بس هي أخدتهم غصب عنهم. وحماتها كلمت ابنها يلحق عياله بقى، وفعلا ساب كل اللي في إيده علشان يلحقهم. لكن أول ما وصل وشافهم لقى اللي كان نفسه يشوفه من زمان، عيلة سعيدة، والعيال كانوا بيضحكوا وبيتعاملوا معاها من غير خوف لأول مرة. وقتها غضب وهدي وبدأ يبصلهم بفرحة، لكن يا فرحة ما تمت، لأن في نفس اللحظة رن المساعد عرفه إنها لما كانت في بيت أهلها وافقت إنها تسرق ملفات صفقة كبيرة من مكتبه عشان تديها لأبوها. فرجع اتضايق إنها لسه بتمثل عليه وشدها من إيدها. فعلا تستاهلي جايزة أوسكار على الفيلم اللي عاملاه ده. أنا اللحظة كنت هصدق إنك بني آدمة وليكي قلب، بس طلعتي بتستخدمي العيال والتمثيلية دي عشان تسرقي الصفقة مني. خليك واثق فيا شوية، أنا وافقت قدام أبويا بس عشان أسكته، لكن ما كنتش هعمل كده. رصيدك خلص وأنا مش هصدق دموعك تاني. وسابها ومشي. وتاني يوم راحت المستشفى عشان تقابل الجد هاو، وبالصدفة قابلت زميلها جيانغ وهو من عيلة هاو، ودي من أكبر العائلات ورجال الأعمال.
ويبقى حفيد الست هاوي اللي الكل بيعمل لها ألف حساب. أول ما شافته قالت إن في حياتها الأولى كان دايما بيساعدها، والصفقة اللي أبوها عايز يسرقها من جوزها تبقى مع عيلته، ودي الصفقة اللي هي دمرت جوزها بيها زمان. فقررت إن هي هتصلح الأحداث عشان تنقذ جوزها. إزيك؟ بقالنا كتير ما شفناش بعض. أيوة بقالنا 4 أو 5 سنين. بس أنت في المستشفى ليه؟ أنت كويس؟ وفجأة سمعت صوت جوزها من وراها. خايفة عليه قوي؟ هو أنت تعرفها يا سيد يان؟ مش بس أعرفها، دي مراتي. فحس إن الجو بدأ يتوتر فاستأذن ومشي، وهو مسكها. دي بقى البداية الجديدة اللي كنت بتتكلمي معايا عنها؟ انتي مش قادرة تلمي نفسك؟ بطل تشك فيا، أنا هنا عشان مصلحة مهمة، وأنا بحذرك ما تتدخلش في شغلي. لكن ما اقتنعش بكلامها وطلب من المساعد يدور ورا جيانغ ويجيب له كل المعلومات عنه. وراحت علشان تقابل الجدة، لكنها قابلت أختها قدام الأوضة. ايه ده؟ انتي جاية تشوفي الجدة وايديكي فاضية؟ انا اول مرة في حياتي اشوف حد رايح يقابل شخصية مهمة ومعاه توفي منتن. العلبة اللي انتي بتتريقي عليها دي فيها توفي اصلي معمول بالطريقة القديمة، وانا تعبت جدا عشان اجيبه. والله لو اترميتي بره المستشفى دي النهاردة ما تبقيش تزعلي. وفعلا الجدة رمتها بالاكل بره الأوضة، وهي دخلت وقدرت تكسب اعجاب الجدة واخدتها معاها علشان يصطادوا. واختها كانت متضايقة جدا ازاي اقنعتها. وبيمر الوقت ورجعوا من الصيد، وفي أثناء ما هم راجعين الأوضة أختها كانت عرفت حفيد الجدة إنها أخدت جدته بالعافية. وفي الناحية التانية الجد حبت البطلة لدرجة إنها كانت عايزاها تسيب جوزها وتتجوز حفيدها. ولقى جدته وسألها انتي كنتي فين، وهي طمنته إنها كانت مع صاحبتها. وين عرفته إنها سابت له ورقة، فالجدة عرفتهم إنها شابت الورقة وقطعتها علشان حفيدها مش مهتم بيها، وهو خدها علشان يهتم بجدته. وأختها كانت هتموت من الغيظ بعد ما خطتها فشلت، بس استغربت من التغيير اللي حصل مع أختها وسألتها انتي كمان رجعتي بالزمن؟ فعرفتها انه فعلا رجعت بالزمن. طب ما تبطلي تمثيل، طالما عرفتي الحقيقة ليه مش راضية بالأمر الواقع؟ من واحنا صغيرين أي حاجة بتمناها بتتحقق والدنيا كلها ماشية لصالحي، أما انتي فمهما رجعتي بالزمن مش هتعرفي تغيري نهايتك. واضح ان الغرور عماكي. مش مهم بالنسبة لي انتي شايفة نفسك ايه، لكن لو فكرتي تقربي من عيلتي أو تأذيهم تاني هتشوفي اللي هيحصلك. وبعد شوية بيوصل جوزها وهو مولع. هو أنا وحش للدرجة دي ولا شايفة جيانغ أحسن مني؟ لازم أوضح لك حاجة، الكلام اللي انت بتقوله ده كلام الجدة، ولو عايز تعاتب حد روح عاتب الجدة. بس هو ما كانش مصدقها واتهمها انها بتقرب من الجدة علشان حفيدها. أنا تعبت من شكك فيا، لو فضلت كده هتطلق منك. أول ما سمع كلمة الطلاق قلبه وجعه، لأن رغم كل اللي عملته فيه كان لسه بيحبها. إياكي تنطقي بالكلمة دي تاني، واوعي أشوفك مع حفيد الجدة لوحدكوا. فبيجي على السيرة محتاجة مساعدة، واحد ومراته بيحبوا بعض، مالك انت يا بارد؟ احنا زمايل ولازم اطمن عليها. فحاولت تنقذ الموقف. لا مفيش حاجة، ومسكت ايده. يلا يا حبيبي نرجع البيت. وهو قلبه اطمن يا روحي وخدها ومشي. وفي البيت قعدت مع حماتها وطلبت منها تروح معاها حفلة التبرع، فاستغربت من طلبها بس وافقت. وتاني يوم راحت حفلة التبرع، وهناك قابلت أختها ومعاها عشيقة حماها تشانغ. أختها بدأت تسخن تشانغ. مش دي وين اللي كانت بتموت في ابنك؟ دلوقتي بقت لازقة في حماتها. يا ترى بتخطط لإيه؟ جوزك بقاله 10 سنين مش طايق يشوف وشك، والكل عارف مين مراته الحقيقية ومين مراته على الورق. والناس بدأوا يتكلموا، فما قدرتش تسكت لها ونزلت على وشها بالقلم. دي أول مرة أشوف عشيقة بالبجاحة دي. هو مش عشان الناس بتناديكي يا سيدة ليه تفكري نفسك هانم وتقدري تهيني حماتي؟ وفجأة دخلت الجدة. مين اداكوا الجرأة تتصرفوا بالبجاحة دي في حفلتي؟ فاستغلت أختها الفرصة لأنها عارفة إن الجدة بتكره الستات الخاينين. يا جدتي عمتي تشنغة كانت بتنصحها بس وهي ضربتها. دي طمعانة في سلطة عيلة ليه، وعشان كده زمان استخدمت طرق مش كويسة عشان تتجوز جوزها. وبعد الجواز فضلت تجري ورا أخوه وكانت سبب في الخلاف اللي حصل بين الأخين وشوهت سمعة العيلة. وتشنغ دخلت على الخط. زمان كانت بتتلزق فيا علشان ابني، والنهاردة بقت بتشتمني وتضربني. فالجدة بتسألها لو كان الكلام ده صح، فسكتت لأنها مش قادرة تنكر اللي حصل زمان. أنا غلطت لما وثقت في واحدة زيك، وأمرت الحراس يطردوها برا. ووصل جوزها بكل هيبة. لو حد اتجرأ يمد إيده على مراتي ما يلومش غير نفسه. لو وجود مراتي هنا مضايقكوا يبقى ننهي أي تعاون بيني وبين عيلتكم. أنا مش فارق معايا أخسر أي شركة. بقى أنا أتأخر شوية ألاقي مراتي بتتهان وبتتشتم وبتطرد. ووجه كلامه لأختها. أي حد يطلع إشاعة على مراتي أو يسيء لسمعتها مش هسيبه، واللي هيتمادى هحاسبه. الكل اتوتر والناس بدأت تتهم تشانغ إنها هي اللي كانت بتشوه سمعتها. والجدة اعتذرت على سوء التفاهم ده وطردتهم، وهو أخد مراته وخرج من الحفلة. انت جيت ليه؟ أنا جيت أشوف مين اللي اتجرأ يضايق مراتي، لكن استغربت إنك بتعرفي ترد عليا أنا بس، وفي وسط الناس القط بياكل لسانك.
فشكرته على دعمه ليها، وهو طلب من المساعد يوصلهم البيت. وفي الطريق فضلت تشجع حماتها: انتي مش ضعيفة، لكن سكوتك هو اللي جرأهم عليكي. هم أجبن من إنهم يقفوا قدامك، ولما لقوكي ساكتة افتكروا إنهم يقدروا يهينوكي. ما تسمحيش لحد يهينك تاني، لأن اللي حصلك ده مش إهانة ليكي لوحدك، ده كمان إهانة لابنك. وأول ما رجعوا البيت اتفاجئوا بحماها مستنيهم. مين اداكي الجرأة تمد ايدك على تشانا؟ ايه ده يا بابا، انت جيت بسرعة قوي. مين سمحلك تناديني بابا؟ امال انا اديك باسم جارنا مثلا؟ ما طول ما انت ما طلعتش حماتي هناديك يا بابا. هي دي مرات ابنك اللي فخورة بيها؟ هي احسن بكتير من ناس سابت بيتها من اكتر من 10 سنين. ايه، افتكرت العيلة النهاردة؟ ايوه، يبقى اللي عملتوه في الحفلة كان عشان تجبروني ارجع البيت. لو كنا في العصور القديمة كنت أدبتك على افعالك. ايه ده يا بابا، انت فاكر نفسك عايش في مسلسل تاريخي؟ عصر الجواري خلص خلاص. طلع فعلا معايا حق لما اخترت تشانغ وابنها عليكو. بابا، انصحك تروح تكشف على عيونك قريب، لانك سايب ابنك اللي بيدخلك مليارات وبتدافع عن التاني الفاشل النكرة. فكان هيضربها على كلامها، بس حماتها اخدت القلم مكانها وطفح الكيل. بقى انا عايزه اتطلق. ازاي تتجرأي تطلبي الطلاق؟ ازاي تتجرأ يا بجحتك؟ ده محتاج يتضرب. ايوه كده، خدي حقك. وهو سليان، تعالى يا ابني هات حقي. واللحظة افتكر الظلم اللي كان أبوه بيعامله بيه وهو صغير، لما كان دايما بيصدق أخوه في كل حاجة واتهمه ظلم وضربه ورمى قطته اللي بيحبها عشان أخوه مش عاوزها، فبيخلي أمه تكمل ضرب وطرد فيه. وهو قال لأمه إن هي اتغيرت قوي، وهي قالت في سرها: يا لهوي، لا يفكر إن أنا اللي شرست حماتي. أما أهرب. وبتيجي تهرب بيشدها لحضنه وبيوريها إنه وصل له دعوة مؤتمر مشروع عيلة الجدة، فبتفرح له قوي. وبالليل وبعد ما الكل نام خرجت من أوضتها واتسحبت على مكتب جوزها وفتحت ملف مشروع المناقصة وخدت كل البيانات. لكن اللي هي ما كانتش تعرفه إنه شايف كل حاجة، ومع إنه كان يقدر يوقفها في نفس اللحظة قرر ما يتدخلش. وتاني يوم راحت لعيلتها وسلمت أبوها نسخة من المناقصة، وأبوها فرح جدا لأنه هيقدم المناقصة قبل عيلة جوزها، فكده المناقصة هتبقى من نصيبه هو. لكن عرفته إن في مشكلة، وهو إن الشركة الفايزة لازم تثبت إن معاها 100 مليون كسيولة، وإلا هيتلغى التعاون. أبوها فكر شوية: ولا يهمك، نرهن مبنى الشركة والأرض ونجيب كارت، وأول ما ناخد المشروع هنرجع كل حاجة. يا بابا، أنت عبقري جدا. يوم المناقصة المساعد استغرب جدا: إحنا بنغامر بمشروع قيمته 3 مليار. هي قالت إنها هتبطل تساعد أهلها. وبدأت المناقصة، وكان أول مشروع أبوها، وبدأ يعرفهم إنه بقاله 3 شهور بيشتغل على المشروع ده ومعاه فريق مكون من 100 شخص. وأول ما عرض المشروع اتصدم، لأنه كان نسخة حرفياً من مشروع شركته، حتى تصميم الملف ما اتغيرش. لكن اللي ما كانش يعرفه إنها مغيرة أهم بيانات المشروع. الجدة أول ما شافت البيانات: إيه البيانات الهبلة دي؟ شركة كبيرة زي شركتك بقى مستواها أقل من شركة مبتدئين؟ فتوتر أبوها وحاول يرمي عليها الغلط: أكيد بنتي هي اللي غلطت وهي بتراجع المشروع. غلط إيه بس يا بابا؟ مش أنت اللي طلبت مني أسرق مشروع جوزي وأديهولك؟ وبمجرد ما قالت الكلمة دي القاعة اتقلبت، والجدة أمرت يطردوهم بره. وطبعا جوزها كان مصدوم من التغيير اللي حصل لها وإنها فعلا حبته. وطبعا المشروع راح لجوزها، وبتخرج من الاجتماع وأبوها حاول يضربها، بس هي خلاص اتغيرت، فقرر يغير الطريقة ويستعطفها بأنها بنته وكل حاجة في الآخر ليها. لكن كلامه فكرها باليوم اللي قتلها فيه: طول عمركم وانتوا شايفين إنه ملكوش غير بنت واحدة، وهي تشيان أختي. أما أنا فكنت ماكينة فلوس. أنا ما عنديش غير عيلة واحدة بس. ومسكت ايد جوزها ومشيوا. وطبعا بعد ما خسروا المناقصة الشركة هتنهار، وكان هيتجنن ومش عارف ينقذ الشركة. وقعد مع مراته وبنته علشان يلاقوا حل. وبنته عرفته انها هتزق اخوه على اختها تاني، لان اختي طول عمرها بتحبه وبتجري وراه، هنخليه يقرب منها ويوقعها في حبه من جديد. وعلشان كده قابلها تاني يوم بورد: وحشتيني، انت لسه زعلانة مني عشان خرجت في الموعد المدبر؟ انت واثق في نفسك كده ليه؟ تخرج مع مين او تعمل ايه دي حاجة ما تخصنيش. هو انتي علشان زعلانة مني تروحي تساعدي جوزك ضد عيلتك؟ ارجعي اعتذري لأهلك وساعديهم يرجعوا العقد، وانا هخلي امي توافق على الجوازة بتاعتنا. انت كويس؟ انا ست متجوزة وليا جوزي، ولو فضلت تتكلم بالطريقة دي هبلغ عنك انك بتتحرش بيا. وجوزها كان واقف من بعيد سامع كل حاجة، وهو بيعرفها: ابويا وافق يخليني انافس اخويا على منصب رئاسة المجموعة، بس بشرط تساعديني وتسرقي معلومات المشروع من اخويا، واول ما امسك المنصب هطرده واتجوزك يا حبيبتي. وواضح انك غبي وما بتفهمش. انت بجد فاكر انك تقدر تنافس جوزي؟ انا اسيب جوزي الوسيم والغني واروح لواحد فاشل زيك؟ هو انا عمية؟ فلقى كلامه مش مؤثر فيها، فحب يوقع بينهم بقى: انت ناسيه حبيبة طفولته شوشو؟ اهي راجعة من السفر ليه، دي اللي فضلت جنبه لما خسر كل حاجة، وحتى كل الناس كانت مستنية جوازهم. فهي قالت في سرها: ده فعلا حصل في حياتي الأولى. ودخل جوزها قبل ما يلعب في دماغها، وطبعا خلع من قدامه: بتفكري في ايه؟ حبيبة طفولتك رجعت من السفر؟ أيوة عارف.
أيوة عارف، وطبعا هتروح تستقبلها في المطار. تحبين أملى لك المطار ورد وأحط صورتكم في النص عشان الناس كلها تتفرج على الثنائي المثالي؟ فشدها لحضنه. إيه ده، هو أنتي بتغيري عليا؟ فداست على رجله وسابته ومشيت، وهو فرح قوي، بقت تغير عليا وتحبني بجد. تاني يوم رجعت شوشو من السفر، وأول حاجة عملتها إنها راحت ليان، وفي نفس الوقت راحت وين، وكانت عاملة له الغدا اللي بيحبه بإيديها. وأول ما دخلت شافت شوشو بتأكل جوزها، بس ما حبتش تبين أي ردة فعل أو تتضايق. يا حبيبي أنا عملت لك الغدا بإيديا، وعارفة إنك بتحب أكلي ومش بتحب تاكل من بره. أنت مين؟ دي مراتي. الكلمة دي لوحدها كانت كفيلة إنها تولع فيها، فحاولت تضايقها علشان تمشي. أنا ويان اتربينا مع بعض واحنا صحاب من واحنا صغيرين، وكان وعدني زمان انه هيتجوزني. واضح ان الغربة نستك ان الراجل بقى متجوز، ولو فضلتي تتصرفي كده الناس هتفكرك انك جاية تخطفي راجل من مراته. وفضلت تدلع على جوزها علشان تحرق دمها، ولما جت تمشي عرفتها: على فكرة انا متضايقة من ريحة البرفان بتاعك، ومش عايزة الريحة دي تفضل لازقة في جوزي. شكلك بقى ما تعرفيش جوزك يا حبيبتي، لأن جوزك بيحب البرفيوم ده، صح يا يان؟ فمراته بصت له وهو اتوتر. طالما مراتي متضايقة يبقى الأفضل تحافظي على مسافة بينا. وهي دمها اتحرق قوي ومشيت، فشدها لحضنه. سايباني وراحة فين؟ أنا جعان لسه ماكلتش. روح كل من أكل صاحبتك. ما أقدرش آكل غير من إيد مراتي، بعينك هرميه للكلاب ومش هأكلك. ولما طلعت من عند جوزها بتلاقيها لسه مستنياها، وبدأت تقول لها: انتي من زمان وانتي بتحبي أخوه، فليه جاية دلوقتي تعملي الزوجة المثالية؟ طالما مش بتحبيه سيبيه. كل ثبات نفسي طلعت لها كارت فيه 5 مليون علشان تسيبه. فضحكت: انتي كويسة؟ دي أول مرة أشوف واحدة بتخطف راجل من مراته بالطريقة العبيطة دي. وطلعت لها البلاك كارد. شايفة البطاقة دي؟ جوزي هو اللي ادهاني، يعني فلوسه كلها تحت ايدي، والمبلغ اللي انتي بتتكلمي عنه ده بالنسبة لي ولا حاجة. فاتضايقت قوي علشان مش عارفة تخلص منها، ورجعت تاني قالت لها انهم كبروا سوا، وانها مجرد واحدة داخلة على حياته بالمكر. لو نفسك فيه قوي كده يبقى روحي قوليله الكلام ده. وسابتها ومشيت بكل ثقة. وبعد كام يوم بيروحوا معرض لوحات، وبيلاقيها واقفة مع صاحبها، فبيغير عليها جدا وبيشدها بعيد عشان يتكلم معاها. وبالصدفة بيسمعوا أخوه وأختها بيتفقوا على خطة جديدة يدمروهم بيها، فهي كانت عايزة تقلب اللعبة عليهم عشان تخلص منهم خالص. وفضلت تتدلع عليه لحد ما وافق ينفذ خطتها. وتاني يوم بدأت الخطة، والمساعد بلغه بوصول شوشو، وهي كانت معاها على التليفون وبتطلب منه يجاريها. وأول ما دخلت طلعت التسجيل من شنطتها عشان تسمعه خيانة مراته، وهو كان بيسمع وبيحاول يعمل نفسه متفاجئ لأنه عارف بالموضوع كله، وحبت بقى تسخنه: شفت مراتك وحشة واستغلالية ازاي؟ وهي بتكمل الخطة وبتدخل ومعاها الغدا. وفضلت تبصله كده اللي هو اتلحلح بقى وزعقلي، فقام وزعق. وشوشو افتكرت ان خطتها نجحت ولسه هتفرح انه هيطردها، بس اتفاجئت انها هي اللي بتترك بره. يخرب بيتك مش انا. وفضلت تمثل انه بيضربها وعمالة تصرخ وترمي الحاجة على الارض عشان التانية تصدق انهم فعلا اتخانقوا وهيسيبوا بعض، وهو قاعد يتفرج على تمثيل مراته حبيبته. وبعد شوية بدأت على الجزء التاني من خطتها، وخدته للملهى علشان يبان انه منهار وكده. وفضلت تظبطه وتوصيه: اوعى تبوظ التمثيلية، حتى لو قربت منك ما تتحركش. هو انتي هبلة؟ راضية على جوزك واحدة تقرب منه؟ معلش يا حبيبي، يلا بقى علشان جت مثل يلا. ودخلت عليه لقاته سكران، وقعدت جنبه وحاولت تقرب منه وشربت معاه كمان. وفضلت تاخد صور ليهم وهم مع بعض، وهي بدأت تتنادى وتحاول تلمسه، وهو يا عيني كان مستني مفعول الدواء اللي كان حاطه في المشروب يشتغل وتنام بقى. وفعلا نامت. وتاني يوم راحت لأخوه سلمته الصور، وهي كانت فاكرة إن الصور دي هتخليهم يتطلقوا وساعتها هتقدر ترجع له. وبعد كام يوم بيدخل الاجتماع وبكل شياكة بيقعد ويحط رجل على رجل، وعينه في عين أبوه وأخوه ومش همه حد. وياو بدأ يقول إنه معاه دليل يثبت إن أخوه على علاقة بعزيفة بيانو، وإنه ما يستحقش يكون رئيس للمجموعة. لكن أول ما عرض الصور كانت الصدمة ليه هو: بص كويس في الصور وشوف مين اللي فيها فعلا. واتضح إن الصور اللي كان ناوي يفضحوا بيها بقت تدينه هو. المساهمين اتعصبوا، وعلشان نعرف الصور اتغيرت ازاي بنرجع فلاش باك لما وين راحت له كانت مدياله فلاشة عشان تهكر جهازه، وهو فاهم إنها بتديله تفاصيل مشروع أخوه وهتدمر جوزها. وبنرجع من الفلاش باك ويان بتعرفهم: من زمان وهو بيهددني وبيغريني عشان أسرق أسرار جوزي، لكن كنت بسجل كل كلامه. وشغلت التسجيل وهو بيطلب منها تسرق مشروع جوزها، وكان عايز يضربها بس هي دي تيجي اداله رجل قلبه على الأرض. وطبعا الاجتماع بيخلص لصالح يان. أبوه جري عليه وحاول يدافع عنه، واتهمه إنه بيلفق لأخوه التهم، وأمره يستقيل فورا ويسلم رئاسة الشركة لأخوه وإلا هيتبرى منه. وأنا كمان ما بقتش عايزك أب ليا، طول عمرك مش شايف غير ابنك الغير شرعي وبس.
لكن المرة دي ابنك الغير شرعي مش هيقدر ياخد مني حاجة، وبياخد مراته ويمشوا وبيقابلوا شوشو وهي عاملة نفسها ضحية، وإنها ما كانتش تعرف إن أخوه بيستغلها وإنها هتفضل واقفة جنبه مهما حصل. واضح إنك عرفتي كل اللي حصل بسرعة قوي، أصل الخطة اللي اتفقتوا عليها انقلبت عليكوا. وكشفت لها إن الصور اللي كانوا ناويين يفضحوها بيها اتبدلت وبقت صورها هي مع أخوه، وفضحتهم بقت مالية السوشيال ميديا. وفهمت إن خطتها كلها انهارت وخسرته وخسرت سمعتها وشغلها في نفس الوقت. وفي البيت حبت تحتفل بنجاح جوزها فعملت تورتة مانجا وراحت تدي لبنتها منها، بس الكل جري عليها ولمها إنها عايزة تموت بنتها، فالكلام وجعها جدا وحست إنها مهما حاولت تثبت إنها اتغيرت محدش فيهم هيثق فيها. وعشان تثبت إنها مش حاطة سم ولا حاجة مسكت التورتة وأكلتها كلها قدامهم، لكن بعد ثواني وقعت على الأرض فنقلوها بسرعة للمستشفى. وهناك كانت المفاجأة، الدكتورة قالت إنها عندها حساسية شديدة من المانجا، وحساسية بنتها طلعت وراثة منها، وبكده هي ما كانتش تعرف لا بحساسيتها ولا بحساسية بنتها أصلا، والغلط كله على جوزها لأنه معرفهاش أصلا بحساسية بنتها. ولما بقت كويسة وخلاص هتمشي من المستشفى أختها كلمتها وعرفتها تجيلها حالا وإلا هتندم، فخرجت بسرعة وحماتها حاولت تمنعها بس معرفتش، فبلغت جوزها على طول. وأول ما عرف فضل يدور عليها في كل مكان، ولما ما لقاهاش راح لأبوها وأمها وسألهم عنها، لكن قالوا له إنهم ما يعرفوش مكانها فين. حتى لما سأل عن أختها قالوا برضو إنهم ما يعرفوش مكانها هي كمان فين، فخلى رجالته يقوموا معاهم بالواجب يمكن يعترفوا، لكن اتأكد فعلا إنهم ما عندهمش أي معلومات عنها. وبعدها راح لأبوه وأخوه وسألهم هما كمان، ولما أنكروا معرفتهم اداهم نفس العلقة، لكن النتيجة كانت واحدة، محدش يعرف مكانها. وفي وسط ما هو بيدور عليها اتصل مساعده وقال له إنهم أخيرا عرفوا مكانها فجري على طول. على الجانب التاني أختها كانت مستنياها ومخبية سكينة، بدأت تتكلم معاها وعرفتها إن واحد فيهم لازم يموت عشان التاني يعيش، وودت لها السكينة عشان تقتلها وترتاح منها، بس هي رفضت عشان ما تدمرش حياتها وتدخل السجن، ورمت السكينة على الأرض ولسه هتمشي لكن أختها وقفتها وكشفت لها الحقيقة فعلا، وهي إن لو واحدة فيهم ماتت الزمن بيرجع من جديد. ومسكت السكينة وعورت نفسها وهي فاكرة إن كل حاجة هتبدأ من جديد، لكن حصلت المفاجأة والزمن مرجعش، والبطلة فضلت زي ما هي، في حين إن أختها اختفت ورجعت لزمن تاني خالص عشان تدفع تمن عمايلها. وفي اللحظة دي وصل جوزها وأول ما شافها جري عليها وحضنها، ورجعوا البيت وولادها أخيرا بطلوا يخافوا منها وحضنوها وعاشوا مع بعض في سعادة بعد ما خلصوا من كل اللي كانوا بيطردوهم. ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، والسلام.